يا مساء الفل على كل مستمعين بودكاست الكتابة فكرة، وحلقة النهاردة هي مراجعة بدون حرق لفيلم إن غاب القط لآسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، سماح أنور، كارمن بصيبس، وحمزة دياب. التأليف لأيمن وطار، والإخراج لسارة نوح في تاني تجاربها الإخراجية بعد فيلم أعز الولد في 2021. أحداث الفيلم بتدور حوالين الأخين التوأم زين وزينهم. الواحد فيهم بيكون دكتور بيطري ضعيف الشخصية، والتاني بيبقى حرامي لوحات شديد الذكاء مشهور باسم القط، والبوليس بيحاول دايما انه يقبض عليه. وبيقوم زينهم او القط بعمليات سرقة اكتر من لوحة مستعين بذكائه الشديد، بس في عملية من العمليات بيتسرق فيها لوحة مشهورة، ونتيجة السرقة دي بيدخل في صراع مع عدد من افراد العصابة ومع موظفين المتحف. في نفس الوقت اللي بيتورط فيه اخوه زين في الاحداث، نتيجة ان خطيبته هند كانت مشرفة على ترميم اللوحة المسروقة واتلخبطت بينه وبين اخوه. ايه اللي هيحصل للقط، وايه مصير اللوحة المسروقة، وازاي هينتهي الصراع عليها، وايه اللي حصل لزين في ظل اختفاء القط ورغبة اكتر من طرف انهم يوصلوا للوحة، ده اللي بنشوفه في الاحداث. انا عانيت وانا بحكي قصة الفيلم بصراحة لكذا سبب. اول واحد عشان الحرق، تاني سبب عشان في مشكلة في السيناريو كانت السبب وهتكلم عليها بعدين. السيناريو في البداية ابتدى بشكل كويس نسبيا في التعريف بالشخصيات المختلفة وابعادها ودوافعها كمان. الشخصيات دي كلها اتعرضت في البداية بشكل كويس، وقدرت افهم كل شخصية ودوافعها، وده زي ما قلت كان حاصل حلو. وبرضه كان كويس ان السيناريو ما كانش بيتعامل انه كوميديا فهنجيب سكتشات كوميدية وخلاص، لا احنا كان عندنا المفروض خط السيناريو ماشي فيه كويس لحد لحظة في الاول كشف فيها بلوت تويست كانت متوقعة شوية بالنسبة لي على الاقل، بس كان توقيتها كويس لان ما كانش من الاحسن انها تتأخر، فدي كانت من القرارات الموفقة في السيناريو. مرحلة ما بعد البلوت تويست دي كان المفروض ان السيناريو يبقى افضل، لكن في حالة غريبة من الفوضى ابتدت تحصل في الفيلم، واي حاجة كانت كويسة ابتدت تفلت مننا. ما بقاش السيناريو عارف يمشي في اي اتجاه بالظبط، ده لان السيناريو كان عاوز يعمل كل حاجة، فابتدى يحصل تخبط. الفيلم فضل فترة من الوقت ما بقاش مفهوم هو عاوز يعمل ايه، عاوز يبين الصراع بين القط ووزيرة اللي عاوزاه يعمل سرقة اخيرة، ولا عاوز يروح للخط بتاع زين وخطيبته اللي معجبة بشخصية القط اكتر من خطيبها، ولا مع رغبة شهاب في اننا نسترجع اللوحة اللي اتسرقت. وفي الاخر احنا مشينا مع 3 خطوط. في اوقات تاني كنت هقول ان دي ميزة، بس ده لو احنا عندنا خط رئيسي، بس انا فعلا ما بقيتش عارف ايه هو الخط الرئيسي، وكان التشتت ده واضح ان كل خط فيهم مش ماشي بشكل كويس. الشخصيات اللي كانت كويسة في الاول ابتدت هي كمان تتخبط، دوافعها ما بقتش على نفس درجة الوضوح، وبقت تصرفاتها غير منطقية في اوقات كتير. كل حاجة بقت بتحرك الشخصيات بقت اسبابها مش واضحة، وكان واضح ان سببها الوحيد ان مكتوب كده في السيناريو فهنعمل كده وخلاص. حتى تصميم الشخصيات نفسه اتأثر. شخصية شهاب اللي كان واضح في الاول انه شخص ذكي اتحول لشخصية ما عندهاش ذكاء كافي، وبقت الاحداث هي اللي بتحركه على عكس ما كان بيتبني في اول الفيلم. شخصية هند خطيبة زين كانت في الاول شخصية ساذجة بشكل كوميدي، مع الوقت ابتدى يحصل تحول كده بشكل تدريجي لدرجة ان في الاخر بقى الشخصية عندها نسبة من البطء في الفهم اللي بيتحول ساعات لغباء. حتى شخصية سعد مساعد زين في العيادة اللي عملها حمزة دياب دي اتظلمت قوي وسط الفوضى اللي حاصلة، ان مبقاش له خط يمشي عليه، بقت الشخصية باهتة بتظهر فجأة تقول كلمة وخلاص من غير ما يبقى حتى واضح فايدته في الأحداث بشكل كامل، لدرجة ان الشخصية نفسها اختفت في آخر الفيلم، ورجعنا استدعينا الشخصية بفلاش باك عشان نقفل الأحداث. والفوضى دي برضو أثرت على البلوت تويست الأخير اللي فجأة ظهر من وسط الأحداث من العدم من غير ما يتأسس له بشكل سليم، فاتفاجئنا بوجوده، وده خلى تأثيره مش كويس مع انه كان بلوت قوي بس مش مبني. والكوميديا نفسها في الفيلم اتأثرت بحالة الفوضى دي. الكوميديا كانت رايحة لكوميديا الموقف، لكن المواقف ما كانتش متأسسة كويس وغلب عليها الطابع العبثي، فبقى غريب ان يكون في عبثية في الأحداث على الرغم من ان الفيلم بيحاول في نفس الوقت تكون أحداثه ماشية بشكل منطقي. يمكن اللحظات الكوميدية الأفضل في الفيلم من وجهة نظري كانت الخاصة بمشهد الحمام، وده حتى عانى من التخبط نتيجة استخدام قطعات كتير خلتك بتفقد التواصل مع اللحظة الكوميدية الموجودة. أما باقي الكوميديا كلها كانت محاولات ما قدرتش تستمر بنجاح. حتى النكتة اللي كانت بتتكرر أكتر من مرة عن طريق هند تكرارها ما كانش مدروس، ففقدت تأثيرها مع مرور الوقت. وشخصية حربي اللي كانت الكوميديا بتاعتها جاية من فكرة التنكر بتاعه، إنه فجأة بيظهر في مكان ما وهو متنكر وبيفاجئ زينهم وهكذا، دي كانت للأسف مش فكرة أصلية ومتاخدة من عمل أجنبي أصلا، ففقدت بالنسبة لي تأثيرها وما بقتش بتضحك.
الأداءات التمثيلية كانت كويسة مش وحشة، بس برضه اتأثرت باللي حصل في كتابة الشخصيات، خصوصا أسماء جلال اللي اتظلمت جدا في شخصيتها اللي ما كانتش مكتوبة كويس، وكمان لأن حمل الكوميديا كان ملقى عليها بشكل كبير، وده ظلمها لأنها مش ممثلة كوميدية في الأساس. هي تقدر تديك لحظات كوميدية تساعد بيها زي ما كان بيظهر منها في مسلسل أشغال شقة، إنما هي تشيل المسؤولية بتاعة الكوميديا كاملة، ده ظلم كبير ليها. وهي حاولت تجتهد قدر الإمكان لكن الكتابة ما قدرتش تساعدها. برضه بالنسبة لي حمزة دياب كان عامل أداء حلو على قد اللحظات اللي بيظهر فيها، لكن هو ممثل كويس ومع ذلك اتظلم إن شخصيته مش مكتوبة حلو. من ناحية الإخراج فسارة نوح قدمت إخراج جيد كان ماشي مع سرعة الأحداث، وبرضه كان إخراج مشهد الحمام كويس، خصوصا في الجزء الخاص بمشهد الأكشن الكوميدي اللي اتعمل. إخراجيا الفيلم كان فيه صورة حلوة، السيناريو عانى في الربع الأخير من الفيلم من تسرع كبير ولخبطة زي ما قلت، ده خلاه عرض البلوت تويست الأخيرة بشكل متسرع جدا من غير ما يكون اتأسس لها، لدرجة إن أنت هتلاقي نفسك تهت وهتلاقي نفسك ما فهمتش البلوت تويست كويس. الفيلم بشكل عام أنا بعتبره فرصة مهدرة، لأن الفكرة لحد بعد أول تويست كانت كويسة، لكن الفوضى اللي عمت أحداث الفيلم ضيعت كل اللي كان الفيلم ممكن يوصل له، وخلته ما قدرش ينجح في أي من أهدافه، لا الكوميدية ولا حتى على مستوى خط الرومانسية بين زين وهند، ولا على مستوى كونه فيلم عن سرقة. سقف توقعاتي للفيلم كان أعلى من كده، وكنت منتظر فيلم يكون متماسك أكتر، بس هو وقع في أخطاء كتير خلته ما قدرش ينجح بالشكل المطلوب ويكون مخيب لتوقعاتي، وزعلان وأنا بديله تقييم 4/10 لأني كنت منتظر منه الأفضل، بس للأسف هو وقع في أخطاء كتير جدا، وكان بينافس نفسه في الأخطاء اللي ممكن يقع فيها علشان في الآخر يطلع الفيلم بالشكل ده. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. مناقشة الحلقة بقى ايه احسن فيلم عن السرقة شفتوه؟ مستني رأيكم في الكومنتس على اليوتيوب او على فيسبوك، وتابعوني على انستجرام تيك توك واكس عشان نتناقش في الافلام، واستنوني في الحلقات اللي جايه من البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم فيه الكتابة فكرة. وسلام عليكم.